تخيل إنك تكون ماشي في مكان وتسمع أصوات حواليك في المكان ده وإنت أصلا لوحدك، ولما تبص حواليك تلاقي كيان شكله غريب واقف قدامك على جسر، والجسر ده هو الطريق الوحيد علشان تعدي. لأ، وكمان تكتشف بعدها إنك ماشي في مكان معروف إنه من أخطر 5 أماكن في أمريكا، والمعروف إنه مكان مسكون أصلا. قصتنا النهاردة بتتكلم عن جسر في ولاية تكساس وسط غابة هادية اسمها دينتون. جسر قديم من الحديد والخشب اسمه أولد ألتون بريدج، بس الناس هناك مش بيسموه كده، بيقولوا عليه جسر رجل الماعز. وكل اللي في المنطقة يعرف إنك لو قربت منه بالليل لازم تكون مستعد تسمع حاجات عمرك ما سمعتها قبل كده. الطريق للجسر ما بقاش زحمة زي زمان. من سنين طويلة كانت العربيات بتعدي عليه كل يوم، وهو عبارة عن طريق بيربط بين مدينتين صغيرين. لكن دلوقتي الطريق ده اتقفل، والعشب بقى طالع لحد نص السكة، والحديد بقى متآكل من الصدى، والمكان بقى بيطلع منه أصوات مخيفة. الناس في دينتون لما حد منهم بيذكر سيرة الجسر كل واحد بيكون عنده حكاية يحكيها. في اللي بيقول إنه سمع صوت حركة فوق الخشب كأن حد ماشي عليه رغم إنه هو واقف عليه لوحده، وفي اللي بيقول إنه شاف ضوء أبيض بيتحرك بسرعة ناحية النهر، وفي كمان اللي حلف إنه شاف شخص واقف فوق الجسر بين الضلمة بس نصه التحتاني ما كانش باين. مراهقين كتير بيجوا بالليل علشان يجربوا شجاعتهم ويتحدوا بعض في المكان ده، وده بسبب الرعب اللي بيحصل فيه. وفي لعبة مشهورة عندهم، وهي إنك تروح الجسر بعد نص الليل، تطفي النور وتنادي بصوت عالي على رجل الماعز وتطلب منه إنه يوريك نفسه. واللي كان بيعمل كده بيقولوا إنه يا إما بيرجع يجري وهو مفزوع، يا إما ما بيرجعش خالص. واحد من الحراس القدامى واللي اشتغل قريب من المكان حكى قصة محدش قادر ينساها. قال إنه في يوم مطر شديد حوالي الساعة 2 بعد نص الليل كان راجع بعربيته وقرر يعدي من هناك، ولما وصل عند نص الجسر النور بتاع العربية طفى فجأة والموتور وقف. ولما نزل ساعتها يشوف فيه إيه، سمع صوت خطوات فوق الجسر، خطوات غريبة وكأن رجلين لحيوان بتتحرك فوق الجسر. الراجل قال إنه حاول يشغل العربية تاني بس المفتاح ما كانش بيلف، ولما بص قدامه شاف في الضلمة شكل غريب واقف قدامه، طويل بس راسه مش شبه البشر. وقال جملة محدش نسيها لحد النهاردة: اللي شفته ساعتها ما كانش إنسان ولا حيوان، كان شيء غريب مش لاقي وصف مناسب لشكله. ومن بعدها الحارس ده ما اشتغلش تاني هناك وساب الولاية كلها. الشرطة لما راحت تشوف وتتأكد من الكلام ده ما لقوش أي أثر، بس لقوا آثار رجول غريبة على الخشب، رجول فيها شكل ضوافر طويل ومش رجل بني آدم. ومن ساعتها محدش في دينتون بيعدي من الجسر ده بالليل حتى ولو حد دفع له فلوس. كل اللي بيعرفوه إن المكان ده مش بس جسر قديم، ده شاهد على حاجة حصلت زمان، والحاجة دي مهما عدى عليها وقت لسه عايشة هناك وبتستنى اللي بيجي يدور. أوسكار واشبورن كان راعي غنم معروف في مقاطعة دينتون بولاية تكساس. عاش في منطقة قريبة من نهر هيكوري كريك، وبالأخص جنب الجسر المعروف وقتها بأولد ألتون بريدج. كان بيبيع منتجات الماعز ونجح في شغله لدرجة إن الناس من المدن المجاورة بقت بتيجي تشتري منه. وبسبب نجاحه ده بدأ بعض السكان البيض في المنطقة يضايقوه، وخصوصا إن الوقت ده كان في عنصرية شديدة ضد السود في جنوب أمريكا. وفي سنة 1938 تقريبا قرر أوسكار إنه يعلق لافتة على الجسر علشان الناس تعرف طريقه، وكتب عليها This way to the good man، يعني من هنا طريق رجل الماعز. اللافتة دي كانت بداية المشاكل. في شهور قليلة انتشرت إشاعات وسط السكان بتقول إن رجل الماعز بيعمل أعمال سحر أو طقوس غريبة في الغابة، ومفيش أي دليل على كده، لكن الكلام انتشر بسرعة. وبعد فترة قصيرة مجموعة من الرجالة البيض المعروفين بانتمائهم لجماعة الكوكلوكس كلان أو المعروفة بال3K قرروا إنهم يعاقبوه. واللي اتقال بعد كده في الروايات المحلية إنهم راحوا له بيته بالليل، خطفوه قدام عيلته وسحبوه لحد الجسر، وبعدها ربطوه في السور الحديد ورموه من فوق النهر وهو مربوط. بس لما بصوا عليه تحت لقوا الجثة اختفت، والحبل كان لسه مربوط ومفيهوش قطع، وده سبب لهم ذعر وهربوا بعدها. مفيش أي تقرير رسمي من الشرطة عن الحادثة، ولا اتسجلت واقعة وفاة بالاسم ده في السجلات الرسمية. لكن سكان المنطقة بعد الحادثة قالوا إنهم فعلا سمعوا أصوات في الليلة دي، وفي ناس قالت إنهم شافوا نور كشافات وعربيات ماشية ناحية الجسر.
وبعدها سمعوا صريخ، وبعد الصريخ ده حصل هدوء تام. بعد أيام من الليلة دي الناس اللي شاركوا في العملية بدأوا يختفوا أو يموتوا في ظروف غامضة حسب كلام السكان المحليين. وعلى الرغم إن مفيش توثيق رسمي للكلام ده برضه، إلا إن كل اللي معروف إن بعد الليلة دي الناس بدأت تسمي المكان بجسر رجل الماعز، واتقال إن روح أوسكار بتظهر هناك وخصوصا في وقت الليل. الشرطة في الوقت ده ما قدرتش تثبت أي حاجة، ولا لقت جثة ولا دليل على الجريمة نفسها، وده اللي زود طابع الرعب والغموض على الأحداث اللي حصلت، وكمان خلى القصة بقت مشهورة جدا في دينتون، واتنقلت من جيل لجيل بنفس التفاصيل تقريبا. بعد اختفاء أوسكار واشبورن، المكان حوالين الجسر اتغير في نظر الناس. منطقة جسر ألتون بقت شبه مهجورة لفترة طويلة، والناس كانت بتخاف تعدي منها بالليل، وخصوصا بعد ما بدأ الأهالي يبلغوا عن حاجات غريبة بتحصل هناك. أول الشهادات ظهرت في الأربعينات، وده لما مجموعة من الناس كانت راجعة من شغلها متأخر وقالوا إنهم شافوا ضوء بيمشي على الجسر من غير مصدر واضح، وفي بعضهم قال إنهم سمعوا صوت خطوات كأن حد ماشي على الخشب فوق الجسر، لكن المرعب إنهم لما بيقربوا ما بيكونش فيه حد. وفي الخمسينات والستينات بدأت تظهر روايات أكتر. شهود قالوا إنهم شموا ريحة حيوانات ميتة في المنطقة، والريحة كانت بتظهر فجأة وتختفي رغم إن المكان فاضي. وفي تقارير من شباب كانوا بيصطادوا في الغابة، قالوا إنهم شافوا حاجة بتتحرك بسرعة شبه إنسان لكن جسمه غريب كأن نصه حيوان. ومن السبعينات لحد التسعينات المكان بدأ يجذب ناس كتير مهتمين بالماورائيات. فرق تحقيقات أمريكية زارت الجسر، زي مجموعات محلية بتوثق الأماكن المسكونة، وسجلوا تسجيلات صوتية فيها أصوات همس وأنين، لكن مفيش أي دليل علمي واضح على إن ده حقيقي، والنتائج كانت دايما غير حاسمة. وفي سنة 1999 تم إغلاق الجسر بالنسبة للعربيات رسميا، وبقى مفتوح للمشاة بس. ومن بعدها عدد الناس اللي قالوا إنهم شافوا حاجة زاد أكتر. في شهود قالوا إنهم شافوا شخص طويل واقف في نص الجسر بالليل، ولما بيقربوا منه كان بيختفي. وفي حالات تانية كانت العربيات بتتعطل أول ما بتقرب من المكان. والشرطة في مقاطعة دينتون اتدخلت كذا مرة، لكن كل البلاغات كانت بدون دليل مادي. مفيش أي تسجيلات فيديو واضحة ولا صورة مؤكدة بتوضح وجود حاجة غريبة. لكن عدد الشهادات زاد جدا بعد سنة 2000، وخصوصا مع انتشار الإنترنت، وبقى الجسر معروف على مستوى أمريكا باسم جسر رجل الماعز. ولحد النهاردة المكان بيعتبر من أكتر المواقع شهرة في تكساس، واللي بيتقال إنها مسكونة، وفي ناس بتروح مخصوص تصور أو تعمل تجارب هناك. وكمان في ناس بتأكد إنهم حسوا بطاقة غريبة أو خوف مفاجئ، لكن مفيش أي إثبات ملموس أو تسجيل علمي أو وثائقي بيأكد وجود كائن أو روح فعلا في المكان. في بداية الألفينات بدأت فرق التحقيق في الظواهر الغامضة تزور جسر رجل الماعز بشكل منظم، وأشهرهم كانت فرق زي جوست أدفنجرز وكمان باسفيد أند سولفيد، وسجلوا بعض الأصوات الغريبة اللي وصفوها إنها صرخات أو همسات. لكنهم نفسهم قالوا في نهاية التحقيق إن الموضوع غامض ومخيف، وإنهم مش قادرين يوصلوا لنتيجة مؤكدة توضح لهم كل اللي بيحصل، وإن مفيش أي دليل علمي يثبت وجود كيان أو روح في المكان. وفي المقابل المؤرخين المحليين في مقاطعة دينتون راجعوا السجلات الرسمية من القرن ال19، لكن اللي بيزود الغموض إنهم مش لاقيين في أي أرشيف قضائي أو جرائد محلية ما يثبت واقعة قتل راجل اسمه أوسكار واشبورن بنفس التفاصيل اللي بتتقال في القصة المنتشرة. لكن في إشارات مبهمة في سجلات الكنيسة عن اختفاء راجل أسود في نفس الفترة الزمنية تقريبا، وده اللي خلى بعض الباحثين يربطوا بين القصة والأسطورة. الشرطة والمجلس المحلي للمقاطعة أكدوا أكتر من مرة إن الجسر ما فيهوش أي دليل على نشاط غير طبيعي، وإن معظم البلاغات اللي بتوصل عن أصوات أو تحركات بيتم تفسيرها بأسباب منطقية، زي صوت الصدى أو حيوانات برية زي الغزلان والراكون واللي بتتحرك بالليل في المنطقة الهادية دي. وفي سنة 2017 اتعملت حملة توثيق من جامعة شمال تكساس بهدف تسجيل كل القصص الشعبية المحلية، والنتيجة اللي خرجوا بيها كانت إن قصة رجل الماعز اتحولت بمرور الوقت من حادثة أو شائعة محلية بسيطة إلى أسطورة حضارية، وده بسبب تنقل الناس للحكاية من جيل لجيل، وكمان مواقع الإنترنت اللي ضافت تفاصيل جديدة من غير مصدر واضح. الباحثين في علم الاجتماع قالوا إن القصة رمز للعنصرية القديمة اللي كانت موجودة في الجنوب الأمريكي، وإن شخصية رجل الماعز بتمثل الخوف الجماعي من الماضي اللي مليان ظلم واضطهاد للسود وقتها. يعني القصة بقت صورة رمزية أكتر من إنها واقعة حقيقية.
ولحد النهاردة الجسر موجود فعلا وبيزوروا ناس كتير سواء بدافع الفضول أو التوثيق أو حتى التصوير. لكن من ضمن الغموض المرتبط بالقصة هو إن مفيش أي دليل موثق أو تسجيل رسمي بيثبت إن رجل الماعز كان شخص حقيقي بالشكل اللي بيتحكي. كل اللي بيفضل بعد مرور السنين هو حكاية بتتقال وبتتنقل، حكاية اتولدت من واقعة غامضة وتحولت إلى واحدة من أشهر الأساطير الأمريكية المرتبطة بالرعب والغموض. سيبولنا رأيكم في التعليقات وقولولنا حابين نتكلم عن إيه في القصص الجاية، بحب أشوف آرائكم ومقترحاتكم. وبس كده بتنتهي قصتنا النهاردة، وقبل الختام ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل قصة جديدة وكل غموض جديد. همتكم معانا أصدقائي علشان نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.